العافية يا حبايب. أنا الست قوت القلوب حمدية أحمد عبد السلام. لا ما تتلخبطش منك ليها. تعالى أما أحكي لك. مع كلام ابوك ولا تسمعش كلام امك. أصلا أمي كانت عايزة تسميني إيه بقى؟ قوت القلوب على اسم أمها، وأبويا كان عايز يسميني إيه؟ حمدية على اسم عمته. قامت خناقة، راح موظف المصلحة قال له فض الخناقة، وراح مسجلني قوت القلوب حمدية أحمد عبد السلام. وعديكي من ساعتها وانا في الحاره بيقولوا عليا رغايه. انا رغايه؟ قال ايه؟ وبيقولوا فتايه. انا فتايه؟ ده انا في الخيار قتايه. تعالوا اما احكي لكم ايه بقى موضوع في الخيار قتايه. زمان كان في راجل اسمه علوان باشا. الراجل ده كان مجنون بايه؟ كان مجنون بالخيار المخلل. ايه كان بينزل السوق كل يوم سبت وخميس يدور على احسن راجل بيبيع خيار مخلل. كانوا التجار بيترعبوا منه، اصلك اللي ما كانش بيعجبه الخيار المخلل بتاعه كان بيجلده في نص الميدان. التجار بقوا يهربوا منه بالمسافات. اعلن علوان باشا انه هيعلن على جايزة لاحسن واحد بيبيع خيار مخلل. جه راجل من الشرقية، بلد امي وخالاتي، اسمه سعدون القتاوي. كان زرعة خيار انما ما كانش فيه زيها في الدنيا. كانت طريه وحلوه ومسكره وما فيش زيها في بر مصر كله. ايه كان لاففها في منديل حرير واداها للباشا علوان. ومن ساعتها الباشا علوان قال اهو ده بقى اللي من ضمن الخيار قتة. هو انا بجيب حاجه من عندي؟